أهلا بكم. تداول النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لشاب يدعى أحمد محيي يقف في ميدان التحرير ويرفع لافتة ارحل يا سيسي، ويطالب المصريين بالنزول لمواجهة ما وصفه باستبداد السيسي، كما طالب محيي المصريين بالتفاعل مع دعوته والالتحاق به في الميدان، وذلك قبيل ظهور تسجيل مصور آخر بعد أقل من ساعة قال إنه من داخل سيارة الترحيلات بعد إلقاء القبض عليه من الميدان. من جانبه قال الحقوقي خالد علي إن المركز المصري للحقوق والمعلومات توصل إلى أن قسمي شرطة عابدين وقصر النيل أنكر احتجاز أحمد محيي لديهم. أنا موجود في ميدان التحرير، وإن شاء الله هيجي ناس النهارده تعترض على الدماء اللي سالت امبارح. مصر اللي فيها رجالة، مصر فيها ناس ما بتخافش غير من اللي خلقها. والله إني أحسبكم على خير وأرى فيكم رجالا، وإن شاء الله النهارده هيبقى يوم تاريخي في تاريخ مصر. الشعب اللي قرر ياخد حقه في يوم واحد، إن شاء الله هيبقى يوم تاريخي في تاريخ مصر. فيما يتعلق بهذه القضية، أنا حاليا موجود في سيارة الترحيلات للشرطة. أنا في سيارة الترحيلات ويحاولون أن يأخذوا هاتفي. في الوقت الحالي يحاولون أخذ هاتفي. قاموا باعتقال شخص آخر معي. إذا اعتقلوا شخص آخر معي وأنا كنت لوحدي، وهذا الشخص لا علاقة له بي، كان يستخدم الكاميرا ليصورني، ولكنني أنا وحدي ولم أرتكب جريمة. الجرائم في مصر هي التي ترتكب بحق الإنسان. إذا كان هنالك شخصان معا فهذا يعد جريمة في مصر وفقا للقانون. أنا كنت أتصرف وحدي، وكنت في ميدان التحرير وحدي، وأطلب جميع الناس في كل أنحاء العالم. أنا أواجه مصيرا مجهولا. نحن في جمهورية الموز، نحن نعيش في جمهورية الموز. أبسط حقوق الإنسان ليمثل رأيه ويعبر عن رأيه. أبسط الحقوق. إذن أبسط حقوق الإنسان أن يعبر عن رأيه. الآن اختطف هذا الحق منا. أنا موجود في سيارتي أو في عربة الشرطة ولا أعرف إلى أين سيأخذونني. أريد منكم أن تدافعوا عني. لا أريد أن أواجه المصير المجهول مثل خالد سعيد من قبل. أنا إنسان وأنا عبرت عن وجهة نظري. استخدمت هذه اليافطة وأقول فيها بأننا لا نريدك يا سيسي. هذه الحقيقة المجردة. أنا إنسان وأقول لا أريدك سيد الرئيس الذي يفضل الحصول على أموال من القروض ويضع 10 مليارات جنيه مصري في البنك، يحصل على 1 مليار جنيه في العام بدلا من أن يصلح محطات سكة الحديد ومنظومة سكة الحديد وحياة البشر. إذن المصريون يريد أن يموت المصريون من أجل أن يعيش، من أجل أن يحصل على الأرقام، أن يموت من أجل أن يعيش. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بالطبع ما رأيناه هو أحمد محيي في الفيديو الأول صوره هو في داخل ميدان التحرير، والفيديو الثاني صوره هو داخل عربة الترحيلات، وكان يتحدث بلغة الإنجليزية وأنهى كلامه بآية قرآنية: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. للحديث حول هذا الموضوع انضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من اسطنبول خالد إسماعيل عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 من إبريل، كما انضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة السيد حسام فودة عضو تنسيقية 30 من يونيو سابقا. البداية خالد، يعني هل ما زال مصير أحمد محيي مجهول حتى هذه اللحظة؟ لا توجد أخبار عنه. خالد علي يقول أن قسمي الشرطة قصر النيل وعابدين أنكر وجوده.
يعني هذا ما يحدث بالطبع مع كل المعتقلين السياسيين. شفنا الكلام ده حصل مع بعض رموز ثورة يناير في الفترة الأخيرة، واللي بيحصل مع اللي بيتقبض عليهم في الوقت الحالي دلوقتي بيتم الأول ترحيلهم لجهة غير معلومة، وبعد كده بيتم السؤال عنهم في بعض أقسام الشرطة، وبيكون الإجابة دايما باستمرار غير موجود أو مش موجود عندنا. طبعا الأستاذ خالد علي طبعا بيقوم بجهد كبير جدا، وعاوز أوجه تحية ليه هو والسادة المحامين والزملاء النشطاء الحقوقيين في هذا الصدد، ان هم بيعملوا مجهود كبير قوي في البحث عن هؤلاء المختفين قسريا قبل ان يظهروا في احد النيابات ثم توجه لهم قائمة التهم المعتادة. وبالتالي يعني كلنا طبعا بنبدي قلقنا على ما حدث مع احمد محي، وان شاء الله يعني نطمن عليه ويظهر. بس الاول احنا بقينا نفرح دلوقتي انه المتهم بيظهر في احد النيابات يعني. طيب ربنا يطمنا على خالد، بالحديث عن احمد الله. محي، يعني هل تعرف اي خلفيه عن احمد محي؟ يعني ليس احمد محي من الوجوه الناشطين المعتاده او المعروفين عنهم انه له توجه سياسي معين. هو نفسه يقول لا تقولوا عني اي شيء سوى انه يحب مصر فقط. والحديث عنه انه هو صيدلي ووالده كان ضابطا في الشرطه، وأنه تأثر بحادثة القطار بشكل كبير. هل هناك أي معلومات عن خلفية أحمد محي تعرفها؟ هو طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت انه احمد محي او الدكتور احمد محي مش من غير الوجوه المعروفه في داخل الوسط الثوري او الوسط السياسي في مصر. يعني يمكن الناس النهارده تفاجئت باحمد محي وهم فاكرين ان هو شاب يعني منتمي لاي حركه سياسيه، ولكن احمد غير منتمي لحركه سياسيه. وكمان المفاجاه اللي ظهرت في الساعات الاخيره انه احمد محي والده كان ضابط شرطه وكان مقيم في الامارات، وانه يعني كل الغضب اللي ظهر على وجه احمد محي النهارده والرساله اللي نزل عشان خاطر يعبر عنها والمخاطره الكبيره اللي وضع فيها نفسه انه ينزل ميدان التحرير ويرفع يافطه ويقول عليها ويكتب عليها ارحل يا سيسي، كل الكلام ده كله ان يمكن المشاهدين هيتفاجئوا انه ده بسبب غضب احمد من الحياه في مصر لمده شهرين. يعني هو قعد في مصر شهرين فقط فانتابوا كل هذا الغضب ونزل وخاطر بحياته وخاطر بحريته عشان خاطر ينزل يقول ارحل يا سيسي. طيب موضوع ارحل يا سيسي الان الموضوع ولا سيد هو خالد 6 ابريل ولا هو اخوان. نعم سيد خالد، ارحل يا سيسي اصبح وسم من اكثر الوسوم تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، يعني لانها كانت رساله او الورقه التي رفعها احمد محي كان عليها ارحل يا سيسي. سيد حسام فوده، يعني اذا كان هناك متاح حرية التعبير بالرأي وهذا الشاب تأثر بما حدث في حادث القطار في محطة مصر وسقوط الضحايا والمصابين ونزل، وفي رأيه أنه رفع لافتة ارحل يا سيسي، لماذا يتم القبض عليه ويتم تغييبه حتى هذه اللحظة لا يعرف أحد مكانه؟ في البداية بس لازم نقدم خالص التعازي لأسر الشهداء للحادث المؤلم اللي حصل أمس في محطة رمسيس، الحادث اللي كل الناس شافته وكل الدول العربية. وبرضه نشكر الشعب السوداني اللي النهاردة وقف دقيقة حداد في مظاهراته العظيمة مع اللي حصل امبارح في محطة مصر. خليني اقول لحضرتك ان الدكتور احمد هو شاب مصري، اكيد شارك في 25 يناير، اكيد شارك في 30 يونيو، شاب مواطن عادي جدا شايف ان النهارده كرامة المواطن المصري وهي بتتحرق امبارح، ان مفيش اسعافات، مفيش امن وسلامة، مفيش حتى اي سبل لخطة طوارئ. يعني النهارده هو شايف ان حياة المواطن بتتحرق بسهولة شديدة جدا، فنزل يعبر عن رأيه. وانا متضامن معاه جدا وشايف ان القانون بيحميه، الدستور بيحميه، هو لم يخالف القانون لان هو نزل بمفرده. قانون الطوارئ بيقول لو فردين او 5 وقتها بيبقى لازم يبقى في قانون طوارئ يطبق. على ما اعتقد وجوده النهارده وده هيبان بكره او بعده بكثير هيخرج بكفاله شخصيه، وعلى ما اعتقد المحامين هيقوموا بدور كبير جدا. لكن خلينا في النقطه الجوهريه ان هو ينزل بيافطه ويقول ارحل يا سيسي، فده يعني ناقوس خطر للنظام ان كفايه كده ان في فساد هو اللي هيرجع السيسي. وده قلناه
حتى من يوم تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الحاجه الوحيده اللي هتخلي الشعب المصري يغضب على الرئيس عبد الفتاح السيسي هو تراكم الفساد اللي موجود جوه الانظمه الحكوميه، جوه المصالح الحكوميه، جوه بعض رجال الاعمال الفاسدين، جوه بعض القوانين اللي او الاجراءات اللي بتتم لبعض رجال الاعمال الفاسدين او لبعض المصالح الحكوميه. هو هو الطرف الثالث اللي كان موجود ايام المجلس العسكري وكان موجود بصفه مستمره ايام حتى قبل 30 يونيو، الطرف اللي بيعطل اي شيء. فانا اعتقد النهارده دكتور احمد الموقف اللي هو قام بيه كتير مننا عايزين يقوموا بيه، لكن للاسف في حاله خوف موجوده. طيب النهارده بمناسبه موضوع الخوف دعني اسال سيد خالد اسماعيل في هذه النقطه. يعني هناك من يرى ان ما قام به احمد هو نوع من انواع البطوله، هناك من يرى انها تهور، خطوه غير محسوبه، كيف يسلم نفسه بهذه الطريقه؟ المعلومه سلفا انه اذا رفع اللافته سينزل وسيتم القبض عليه، فلماذا يتخذ هذه الخطوه؟ رايك سيد خالد، هل ما قام به الدكتور أحمد ورفع هذه اللافتة في ميدان التحرير سيشجع آخرين لهذا الأمر، أم سيجعل كثير من الناس يفكرون في هذه الخطوة؟ طيب خلينا اقول انه دايما احنا خلينا نتفق انه دلوقتي الشارع المصري الان وصل لمرحله من الغضب الشديد، يعني تكاد تقترب من الانفجار، ولكن للاسف الشديد ان احنا دايما بيبقى دايما غضبنا غير موجه بطريقه صحيحه او بنتعامل دايما بعشوائيه. احنا متخيلين انه في اي لحظه احنا هننزل جري على ميدان التحرير، نتجمع هناك ونعمل مظاهرات فالنظام يسقط. الكلام ده تغلب عليه النظام تماما دلوقتي، ومن الصعب استنساخ ما حدث في 25 يناير. يجب أن نفكر دائما من خارج الصندوق. ما ينفعش أبدا أن يبقى أي حماس أو أي مشاعر غضب تجاه أي حاجة بتحصل في مصر أن احنا على طول نوجهها ناحية التظاهر ناحية ميدان التحرير. وده للأسف الشديد استغلته الأجهزة الأمنية أن هي تطلع هاشتاج زي هاشتاج راجعين التحرير، أو أن هي تبث لجان إلكترونية تدعو الناس للنزول، ومن ثم القبض على بعض من الأشخاص اللي بينزلوا او بينساقوا وراء هذه الدعوات المشبوهه، وبالتالي بيصدر احباط وخوف اكتر للمجموعه اللي كانت عاوزه تنزل. خلينا اقول انه حتى في 25 يناير الناس ما نزلتش بشكل عشوائي. 25 يناير قبل منها بشهور طويله كانت صفحه كلنا خالد سعيد، وكان 6 ابريل كانوا عليهم عشرات الالاف من الشباب، كانوا نتيجه او وليده لحظه غضب نتيجه اللي حصل للشاب السكندري خالد سعيد بدا يتراكم، وبدات الشباب تنظم نفسها وبدات تتجمع في الشارع. ما كانش نزول، ما قالوش يوم هينزلوا يوم 24 او حصل حاجه يوم 24 فراحوا منزلين يوم 24 او 25. لا، التنظيم مهم جدا. انا دلوقتي شايف حاله حماس، شايف حاله غضب شديده لدى شرائح كبيره من شباب المصري اللي هو بيمثل 60% من المجتمع المصري. يجب توجيهها توجيه صحيح، يجب انها تنظم صفوفنا، ما نندفعش. وطبعا يعني احمد، طبعا انا مش بلوم على احمد، يعني في ناس زي ما حضرتك قلت بتشوف انه احمد بطل، وفي ناس بتقول انه يعني ضيع نفسه او القى بنفسه في التهلكه. انا ولا مع الراي ده ولا مع الراي دوت. يعني انا بقول ان احمد وصل رساله، كان عاوز يقول رساله معينه او يوصل رساله معينه للشعب المصري انه ممكن تنزلوا، يعني انه في حد ممكن ينزل عشان خاطر يضحي عشانكم، او الشباب بينزلوا عشان خاطر يضحوا عشانكم. والكلمه الاخيره اللي وجهها للشعب المصري كانت معبره جدا لما قال هتنسوني، انا قبضوا عليا هتنسوني. لا يا احمد، ما حدش هينساك، وان شاء الله الايام اللي جايه ان شاء الله هيكون في غضب شديد تجاه هذا النظام، وهيكون في نزول للشارع، ولكن ان شاء الله نتمنى انه يكون بشكل منظم، لانه خلاص احنا وصلنا لمرحله في مصر سياسيا واجتماعيا واخلاقيا وانسانيا. يعني الوضع في مصر دلوقتي لم يمر على مصر منذ عقود. نعم، بمناسبه الوضع في مصر، سيد حسام فوده، يعني هل تتفق مع سيد خالد يعني ان الغضب وصل الى منتهى الغضب الشعبي، يعني ليس على المستوى السياسي فقط لكن على المستوى المعيشي والمستوى الامني؟ يعني الان ينزل المواطن المصري وهو يعني لا يعلم هل سيعود الى بيته مره اخرى ام لا. انا متفق مع خالد في الجزئيه ان لازم الناس النهارده تتفرج بطريقه مختلفه. خلاص موضوع المظاهرات وموضوع ميدان التحرير
في الوقت الحالي بقى صعب جدا. انا اعتقد النزول الحقيقي يبقى في الاستفتاء على الدستور. شئنا ما بين في تعديلات دستوريه هتتم قبل رمضان، شئنا ما بين التعديلات دي البرلمان حطها قدام الشعب المصري ولازم يكون في عليها استفتاء. على ما اعتقد لو احنا عايزين مسار ديمقراطي ومش عايزين نرجع مره ثانيه ل7 سنين ورا وعايزين ناخد فرصه حقيقيه ان يحصل فيه تغيير، انا بتمنى ان الناس كلها تنزل تشارك في الاستفتاء، واللي عايز يقول لا ينزل يقول لا. على ما اعتقد المشاركه الايجابيه الكبيره مش هيبقى فيه تزويد، لان لو عايز يزور ما كانش هيعمل استفتاء وكان الموضوع كان هيعدي يعني بسلامه شديده قوي. اشكرك سيد حسام. المشاركه دي اهم حاجه. أشكرك سيد حسام فودة عضو تنسيقية 30 من يونيو سابقا، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. وشكر موصول للسيد خالد إسماعيل عضو المكتب السياسي لحركة شباب السادس من إبريل، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من اسطنبول. شكرا جزيلا لك. المسائية مستمرة، وبعد قليل مؤسسات حقوقية دولية تنتقد سجل الإمارات في حقوق الإنسان وتشير لتعرض نحو 200 سجين رأي هناك للانتهاكات.